حلواني العبد عمل علبة حلاوة مولد سعرها بيبتدي من 90 جنيه. هي دي، تعالوا نجربها سوا. بس حلو فكرة ان هم يعملوا حاجة سعرها رخيص. دي محتويات العلبة. عندنا فيها حمصية طفلة، سودانية تاني، سمسمية، لذيذة، ملبن من اللي هو السادة ده، شعار حلاوة المولد اللي ما بناكلوش، جوز هندية دي ولا مش عارف اسمها ايه، بس هي بالنسبة لي اسمها كده، ملبن سادة تاني. طيب ادي كده عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قطعة ب 90 جنيه. تعالوا بقى نجرب الطعم. طبعا ابطال حلاوة المولد دايما بيبقوا الثلاثة دول، الحمصية والسودانية والفولية. تعالوا نجرب بقى. طبعا انا بحب الملبن الحبل اصلا، بس يعني في الفئة السعرية دي عمرنا ما هنلاقي حاجة فيها ملبن حبل، بس هنجيبه لوحده بقى بعدين. السوداني حلو، ممكن السكر او البتاع اللي بيمسك البتاع ببعضه ده ناشف قوي، ممكن سبحان الله السكر مظبوط او زياده سنه يعني. تعالوا نشوف بقى ايه السمسميه. مش دي مش ناشفه قوي كعادة السمسميه يعني، بس في حاجات بتلاقيها عامله كده بتاع تاخدش وتدي معاك دي، لكن دي لذيذه وسكرها مظبوط. ندخل بقى هذا اللذيذ السيدة الحمصية. حلو قوي. الخامات المستخدمة هنا كلها جميلة بجد، عبد على وضعه، ما تلاقيش حاجة مزنخة مثلا، حاجة قديمة بتاع، كلها سهل ان انت تاكلها يعني بجد لذيذ. مستوى السكر متوسط ودي حاجة حلوة. ملبن بقى والحاجات دي طبعا هذا الشيء يعني ايه ما شاء الله، ايه لازم تدغدغ كده قبل ما تاكل. ده حلو مقابل السعر 11 قطعة دول، وان انت ايه عندك تنوع ده بعد الاسعار اللي حصلت في البلد دي جميلة. الباكينج هو يعني الكرتونة مش ألذ حاجة لو انت هتجيبها لحد هدية صغيرة او كده يعني، بس الطعم لذيذ. لو حد جرب العبد يقول لي رأيه في الكومنتات، وعشاق العبد ابعتولي كلكم. سلم على بعض، السلام عليكم.